السلام عليكم متتبعي أجواؤنا، مرحبا بكم في هذه النشرة بخصوص توقعات الأيام المقبلة. الحمد لله مرة أخرى ربما هناك منخفضات ممطرة متتالية في الأيام المقبلة إن شاء الله تعالى. سنرى ذلك بعد قليل كما ترون في الشاشة. يوم الأحد، كذلك ربما يوم الاثنين، يوم الثلاثاء، يوم الخميس، تقريبا يوم الجمعة في آخر هذا الشهر. يعني الأجواء غير مستقرة إن شاء الله تعالى. دعونا نبدأ منتصف هذه الليلة الساعة 11 تقريبا. الأجواء مستقرة. هناك منخفض آخر، لا أتذكر الاسم، ما أتذكرش الاسم ديال هاد العاصفة هذه، سموها تقريبا واحد الاسم. المهم واش غادي ندخل المغرب ان شاء الله تعالى اولا لا، حنا هادشي اللي غادي نشوفو دابا. غدا ان شاء الله تعالى مع 4 ديال الصباح يعني الخميس، لحد الساعة 4 مازال ما يعني كاين الرياح قوية. ربما كاين ضغط الجوي في هذه المنطقة، وهو اللي كيخلي هذا الرياح كما كتشوفوا الرياح تسيطر على هذا المنخفض الممطر، وكتديه لأقصى يعني الشمال وتمشي لإسبانيا. الساعة 8 صباحا نفس الشيء، كذلك الساعة 11 ربما. في الساعة الثانية بعد الزوال غادي تدخل بعض التساقطات المطرية في الصاورة، أسافل جديدة والدار البيضاء إن شاء الله تعالى، واخا خفيفة نوعا ما ماشي مشكل. الساعة 4 مساء يعني الغد الساعة 4 إن شاء الله تعالى، ونقولوا آه أو نقولوا الخمسة، يعني الانترنت بطبيعة الحال دائما هي في المغرب قوية، و5 جيجا تبارك الله. مهمة في الصورة. تمري أيد داود 5 أولى الحاج وأسفي وضعيفة جدا في هذا التوقيت في سوفيا سيدي بن نور الجديدة بالرشيد والدار البيضاء، وكذلك الرباط مع الرياح قوية. ستكون مهمة جدا في طنجة، الصلة العرائش ولا ميمونة، ولا بأس بها في سبتة وتطوان إن شاء الله تعالى. في الساعة 8 ديال الليل يعني غدا إن شاء الله تعالى في المساء، تساقطات لا بأس بها في أكادير، عيد داود الصورة أسفي، سطات الدار البيضاء وكذلك محمدية والرباط. وستكون مهمة والله أعلم في بني ملال والنواحي، زاوية الشيخ وأزيلة ولا بأس بها في أكادير بوشيبة، كذلك في بن سليمان الخريبكة خنيفرة. ستكون مهمة كذلك في ولماس مكناس ولا بأس بها، كذلك ربما ستكون أمطار رعدية في تازة وتاهلة. ومهمة في سيدي سليمان، سيدي التازي، لالا ميمونة، وزان، تبوت الساكن، شفشاون، تطوان، وسبت المحتلة، وطنجة، وصلة، والعرائش. إن شاء الله تعالى الأجواء مستقرة في باقي المناطق. ليلة الغد الساعة تقريبا 11 إن شاء الله تعالى غادي تكون الأجواء آه، يعني ممطرة في عدة مناطق، لا بأس بها في الصاورة، خمس ولاد الحاج ويوسفية وكذلك أكادير وشيبة وكمدن. ستكون مهمة في أزلال، بني ملال، زاوية الشيخ، والزمخري، والبروج، وخنيفرة، والماس، خميسات، مكناس، إيفران، كذلك فاس، تازة، تاهلة، قرية بو محمد، تونات، الساكن، تبودا، شفشاون، وكذلك في أصيلة والعرائش. وقد تكون أمطار رعدية في النواحي ديال الحسيمة إن شاء الله تعالى. في صبيحة اليوم تقريبا الجمعة مستمرة هذه الخيرات، ولكن ضعيفة تقريبا في منطقة تارودانت، بن قرير، مراكش. قد تكون مهمة في بني ملال، والضم، خنيفرة، زاوية الشيخ، والماس، كذلك مكناس، مهمة في تازة، تهلا، فاس، تونات، قرية محمد. نسأل الله الثبات إن شاء الله تعالى. صبيحات اليوم الجمعة كذلك الساعة 4 مهمة في مليلية المحتلة والدريوش والحسيمة والنواحي، مهمة فيها الساكن، تونات وتبودة، ولا بأس بها في طنجة. صلة تبقى يعني تقريبا تساقطات ضعيفة متفرقة في وزان كذلك، وكامل سيدي سليمان إن شاء الله تعالى. لكن في منتصف يعني تقريبا أثناء الصلاة وبعد صلاة الجمعة تبقى بعض السقوطات المطرية في منطقة شفشاون، تطوان، وتبودة، طنجة إن شاء الله تعالى. في مساء الجمعة كذلك الأجواء غادي تكون مستقرة. ليلة الجمعة كذلك أجواء مستقرة، ولكن ربما يوم السبت في الصباح دخول يعني أجواء ممطرة مرة أخرى في أقصى الشمال، سبتة وطنجة، صلة، تطوان، شفشاون، رائش، وكذلك لالا ميمونة، ووزان، كامنة، سهل التازي، والقنيطرة.
لا بأس بها في الرباط، ضعيفة في محمدية، الدار البيضاء الجديدة ولا الفرج، تزيد من الوالدية إن شاء الله تعالى، مع الرياح قوية، خصوصا غدا غادي تكون الرياح قوية بزاف، حنا غادي نشوفو هداك الشي بعد قليل. منتصف نهار يوم السبت غادي تكون الأجواء ممطرة في منطقة ديال تازة وتاونة القليل من محمد وتهلا فاس مكناس، وكذلك في منطقة ولمس وودسم خريبكا، وخفيفة في الصاورة وقلميم إن شاء الله تعالى. ربما هذه الأجواء يعني الغير مستقرة والممطرة قد تقدر تكون إلى الأحسن إن شاء الله تعالى، وقد تبان ضعيفة، ربما الله سبحانه وتعالى يجيب فيها البركة. مساء السبت تساقطت في تونات تازة أهل فاس كرم زوايا فران مكناس والمسخن زوج الشيخ وبن ملال، وكذلك في منطقة شفشة وناصيرة طنجة والعرائش. ليلة السبت كذلك تساقطات لا بأس بها في منطقة بني ملال أكادير وشيبة خنيفرة كيكو تازة، وكذلك باب برد وأقصى الشمال يعني مهمة جدا في السبت المعتلة وطنجة أصيلة العرائش لالا ميمونة وسيدي هلال التاسي. صبيحة اليوم الأحد المقبل تقريبا دخول يعني يعني أمطار مهمة جدا. باش منطولش عليكم نحاول باختصار إن شاء الله تعالى. مساء الأحد غادي تكون أجواء ممطرة في عدة مناطق، وكذلك ثلوج متوقعة، أمطار بالناظور، الحسيمة، تطوان، العرايش، باب برد، سيدي سليمان، فاس، تاهلة، الرباط، محمدية والدار البيضاء، خريبية، سطات الجديدة، وضعيفة في أسفي والصويرة. مساء الأحد غادي تدخل المناطق ديال الوسطى وتكون ثلوج في كيكو وفي ميدلت وفي خنيفرة في بني ملال وتابانت إن شاء الله تعالى، وأمطار مهمة في خنيفرة وبني ملال والنواحي. المهم هذه التوقعات فهي راه بعيدة المدى شي شوية، ما غاديش نفصل أكثر. المهم الحمد لله الأجواء غادي تكون ممطرة وغير مستقرة في أواخر هذا الشهر. عفوا. كذلك يوم الخميس المقبل يعني دخول أجواء ممطرة مرة أخرى الحمد لله. غادي نشوفو تراكم الأمطار خلال يعني معطانيش التوقيت، غادي نشوفو يعني تقريبا من هنا حتى الغدا في العشية. بالنسبة لبني ملال تقريبا 11 مليمتر، زاوية الشيخ تقريبا 9، خنيفرة 7، وتسم غادي تكون مهمة في الجديدة تقريبا 19، والدية أسفي 6، خمس ولاد الحاج والصويرة وعيد داود، أكادير بوشيبة تقريبا 4، والماس 7، فران 6، مكناس 8، تاهلة وتازة والنواحي 12 مزيانة الحمد لله، الساكن 14، تاونات النواحي ديال الحسيمي تقريبا 10، تبودة قرية بو محمد، وزان شفشاون 15، تطوان 6، 19 في طنجة. المهم الحمد لله مزيانة. غنشوفو الرياح وغادي نكملو هاد النشرة كما تتشوفوا في غدا إن شاء الله تعالى. الرياح دابا في هاد الليلة هادي ربما غادي تبدا في منطقة ديال الجديدة وأسفي الصويرة، تكون الرياح قوية في تابانت، كذلك المنطقة ديال تورير وجدة وهاد النواحي ديال ميدلت إن شاء الله تعالى. في هاد الليلة هادي غدا مع السبعة غادي تكون إن شاء الله تعالى لا بأس به، ولكن في منتصف غدا إن شاء الله مع الساعة الواحدة تكون قوية في وجدة عند مظهر وتندرارة بوعرفة قطاع الحاج بن تاجد الرشيدية غتابا تورزازت كذلك في الصاورة وأسفي والجديدة والشيشاوي إن شاء الله تعالى. في المساء غادي تكون قوية بزاف في عدة مناطق من الشمال، منطقة الغرب، السطاد بن قريشيشة وأسفي والصاورة، هاد المناطق غتكون فيها قوية بزاف. كذلك في تاليون ورزازات غير رشيدية زهورة بن تجديد وطاط الحاج وعرفة إن شاء الله تعالى. وصورا تقريبا ما تتلاش هذه الرياح الساعة الواحدة، وربما يوم الجمعة في المساء تعود في المناطق ديال قاني من الجنوبية. شكرا لكم على المتابعة والسلام عليكم.